انا ما احبش ان انا اكون من الاخوان المجرمين دول. انا كنت رايح الشغل حضرتك. طيب، الفيديو ده تم بثه على عدد من القنوات، منها قناة الجزيرة، وحضرتك ذكرت انه او قلت لي قبل التسجيل انه انت تقدمت ببلاغ ضدهم لان هم ذكروا معلومات خاطئة عنك وعن الطفل وعن الواقعة في هذا الفيديو. حررت محضر امبارح بالليل اول ما اتذاع الفيديو على قناه الجزيره. حررت محضر في اسم العمرانيه ان هو زي بلاغ كذب، والفيديو ده كله كذب. حتى من ضمن الفيديو هم مدبلجين كلمه وانا بقول هوري وشي لابوه ازاي وهقول لابوه ايه لما اشوفه، ما عرفناش نحمي لك ابنك. فهم طبعا نافيين كل ده، مدبلجينه على اساس ان هم زايعين ان انا ابوه، فمش معقول هيجيبوني وانا بقول هقابل ابوه ازاي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كان هذا أستاذ وليد الشورى، وهو الشخص الذي ظهر في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات. عنوان الفيديو أنه والد الطفل الذي قتل في أحداث العمرانية يوم أمس. الأستاذ وليد نفى تماما أن يكون والد الطفل، وذكر بأنه جاره، وروى لنا ملابسات الواقعة التي أدت إلى مقتل هذا الطفل، وذكر أن من جاءوا إلى المستشفى وأخذوا الطفل من بين ذراعيه هم أقاربه الذين كان هو اتصل بهم وأخبرهم بوفاة الطفل، وحضروا إلى المستشفى ليأخذوا الجثمان وينقلوه إلى مستشفى أخرى وإنهاء إجراءات وتصريحات الدفن.